بصوا يا جماعة، لو في حاجة فعلا بتغير يومك من أوله فهي الفطار. بس الفطار الصح، لا هو تقيل يكسلك ولا خفيف يخليكي جعانة بعد نص ساعة. أنا النهاردة جاية أقول لكم أحسن وجبات فطار قليلة السعرات بس بتشبع لغاية الظهر فعلا. وجبة منهم بالذات هي سر الشخصي لما أكون مسافرة أو خارجة ومش عارفة آكل بدري. وجبتين كمان في النص يمكن عمرك ما جربتيهم. خليكي معايا لآخر الفيديو لأن آخر دقيقتين فيهم أهم نصايح بتمنع الجوع خالص. ويمكن وانتي بتسمعيني دلوقتي بتسألي نفسك، هو فطار ممكن فطار 170 و200 سعر حراري يشبع لغاية الظهر؟ بيشبع وبزيادة كمان. وخليني أبدأ بأول وجبة اللي حرفيا 90% من البنات اللي جربوها بعتولي وقالولي أنا نسيت إني كنت باكل أصلا. وأول وجبة عندنا زبادي زائد شوفان وتفاح حوالي 220 سعر حراري. ودي أول وجبة، الوجبة اللي بفتتح بيها يومي لما أكون عايزة حاجة خفيفة وبتفتح النفس. علبة زبادي لايت، 3 معالق كبار شوفان، مش أكتر عشان السعرات، ونص تفاحة متقطعة ورشة قرفة. طب ايه اللي بيحصل بعد ما تاكليها؟ الشوفان بيمسك المية، والتفاح بيدي الياف، والزبادي بيهدي المعدة. فجأة بتلاقي نفسك قدام فطار مشبع جدا ومن غير ما يعدي 250 سعر. والوجبة التانية بيضة مسلوقة وربع رغيف بلدي وخيار حوالي من 170 ل 190 سعر حراري. يا جماعة البروتين في الفطار ده سر عجيب. بيضة واحدة مسلوقة وربع رغيف بلدي صغير وخيار كتير جدا. بقولك كتير ليه؟ لأن الخيار فعلا بيملى البطن وألياف وبتقعد كتير. وجبة بسيطة ورخيصة وسريعة بس بتشبع بجد. والوجبة التالتة هي توست بني وجبنة قريش وطماطم من 180 ل 210 سعر حراري. الجبنة القريش من الحاجات اللي مش واخدة حقها في مصر، سعراتها قليلة وبروتينها عالي وبتشبع بطريقة كبيرة. التوست البني و3 معالق جبنة قريش وطماطم وودع الجوع. الوجبة الرابعة السموثي الأخضر المكمل للشبع من 150 ل 180 سعر حراري. هقولك موقف صغير، كان عندي يوم طويل وكنت عارفة اني مش هقدر اكل بدري. عملت الوجبة دي ورحت من غير ما احس بجوع لمدة 4 ساعات. المكونات خيارة وتفاحة ومعلقة بذور شيا، المفاجأة اللي بتنفش في المعدة، كوباية مية أو لبن خالي الدسم. اضربيهم وهتحسي إن معدتك مليانة من غير ولا حاجة تقيلة ولا دهون. والوجبة الخامسة الفول الخفيف اللي بيشبع. كمية الفول حوالي 5 معالق كبار بس حوالي 120 ل 140 سعر حراري. الفول بس مش فول المحلات اللي فيه زيت كتير. انا بتكلم على 5 معالق فول كبار مش اكتر، عليهم عصرة ليمونة، رشة كمون، ملح بسيط، نص معلقة صغيرة زيت زيتون، وده اختياري، ومعاهم نص رغيف بلدي صغير. وكده الوجبة كلها تبقى حوالي من 180 ل 220 سعر حراري. والنتيجة شبع جدا لأن الفول بروتين وألياف هتاخد وقت وانت بتهضمه. والوجبة السادسة أومليت بالخضار من غير زيت من 160 ل 190 سعر حراري. ودي وجبة رياضية كده ومناسبة جدا لأي حد عايز يشد جسمه. عبارة عن بيضة وبياض بيضة وطماطم وفلفل وبصل. طبعا هنشوح الطماطم والفلفل والبصل لوحدهم في طاسة تيفال من غير زيت، وبعدين ننزل عليهم بالبيض. وتعتبر الوجبة دي من أكتر الحاجات اللي بتقعد في البطن فترة طويلة لأنها بروتين وألياف، يعني شبع جامد. ونيجي بقى للوجبة السابعة اللي هي أقوى وجبة، شوفان بالبيض من 200 ل 230 سعر حراري. عارفة إن الفكرة غريبة بس جربي. هتحطي معلقتين كبار شوفان، نص كوباية مية، وتسيبيهم دقيقة على النار. بعديها تكسري بيضة وتقلبي على نار هادية، هيتحول لبودنج بروتين. وطبعا طعمه لذيذ وبيشبع بطريقة رهيبة. ده الفطار اللي باخده لما أعرف إن يوم طويل ومش هعرف آكل بدري. دلوقتي بقى قبل ما اقفل لازم تعرفي شوية اسرار بجد. اول حاجة اشربي كوباية مية اول ما تصحي، ده بيقلل الجوع 30% على الاقل. ابعدي عن السكر الصبح، هيفتح الجوع معاكي ويخليكي تاكلي اكتر بعد ساعة. خدي فترتك في الاكل، يعني امضغي بطيء هتشبعي اسرع. لو عندك شغل او جامعة حضري فطارك من بالليل، هيوفر عليكي وقت ويمنعك تاخدي قرار غلط.
وبكده انت شفتي بنفسك ان الفطار الصحي مش لازم يكون ممل ولا تقيل، بالعكس وجبات بسيطة وسريعة وسعراتها قليلة وتشبعك لحد الظهر من غير ما تحسي انك محرومة. لو حبيتي الافكار دي استني بقى اللي جاي، لان في حلقات اقوى ووجبات اكتر هتغير يومك من اوله. اعملي لايك للفيديو عشان يوصل لغيرك، واكتبي لي في التعليقات عايزة حلقة عن ايه بعد كده. وما تنسيش تشتركي في القناة عشان توصل لك كل الوجبات اللي هتسهل عليكي الدايت وتزود شبعك. اشوفكم في الفيديو الجاي، واستعدوا لان الجايات احلى. سلام.